إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل يعرف أن في عالم السياسة تعد الحدود من أهم العناصر اللي تحدد سيادة الدول واستقرارها، لكن كاين بعض الأنظمة ما تعترفش بهذه الحدود الدولية، ودائما ما تسعى إلى فرض رؤيتها التوسعية على شعوبها. ومن أبرز هذه الأنظمة الكيان الصهيوني والمملكة المغربية، بحيث نلقاهم يشتركوا في استراتيجية اللي ترسخ فكرة الحدود الحقة واللي ذكرها الدستور المغربي، واللي تتجاوز ما هو معترف به دوليا، وهذا بالطبع يؤدي إلى صراعات مستمرة مع الجيران. فالكيان الصهيوني منذ تأسيسه عام 1948 وهو يعمل على فرض رؤية توسعية تقوم على فكرة أن أرض إسرائيل الكبرى تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه العقيدة زرعتها الحركة الصهيونية في أذهان المستوطنين، وعزتها المناهج الدراسية والخطابات السياسية، بحيث يتم تصوير فلسطين بكاملها على أنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل، متجاهلين الحدود اللي وضعتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. هذا النهج التوسعي ما يقتصرش فقط على فلسطين، بل زادت أطماعهم إلى أراضي عربية أخرى، كما ظهر في احتلال الجولان السوري عام 67، ومحاولات التأثير ثاني على الأردن ولبنان عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتدخلات العسكرية. في الجانب الآخر نلقى أن النظام المغربي هو أيضا يزرع بين شعبه فكرة المغرب الكبير، حيث يتم الترويج لمقولة أن الحدود الحقيقية للمملكة تمتد من البحر المتوسط شمالا إلى نهر السنغال جنوبا. هذه الإيديولوجية تبرر أطماع المغرب في الصحراء الغربية، بل وتتعداها إلى ادعاءات في أجزاء من الجزائر وموريتانيا ومالي وحتى السنغال. النظام المغربي أيضا استخدم الإعلام والمناهج الدراسية لغرس هذه الفكرة، تماما كما تفعل إسرائيل مع مستوطنيها. يتم تصوير هذه الحدود الوهمية وكأنها حق تاريخي للمغرب، رغم أن الواقع الجغرافي والتاريخي يدحض هذه المقولة. لو نشوفوا أوجه التشابه بين النظامين، فمثلا في التوسع الإيديولوجي نلقى إسرائيل تنادي بإسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، والمغرب ينادي بالمغرب الكبير من البحر المتوسط إلى السنغال. نجو لتزوير التاريخ وتحريف إسرائيل تدعي بأن فلسطين كانت أرض بلا شعب، بينما المغرب يدعي بأن الصحراء الغربية وأجزاء من الجزائر كانت دائما مغربية. وفي بالنسبة للأمر فرض الأمر الواقع نلقى أن الاحتلال والاستيطان المستمر في الضفة الغربية والجولان هذه سمة الكيان الصهيوني. في المقابل احتلال الصحراء الغربية وفرض السيطرة العسكرية عليها ثاني من جانب المغرب. من ناحية الدعم نلقى أن إسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي والغربي غير مشروط. كذلك المغرب نلقاه يتحالف، عنده تحالفات استراتيجية مع فرنسا واللوبيات الصهيونية في الغرب. الاعتماد على سياسة القمع، إسرائيل تقمع الفلسطينيين وتلاحق المعارضين داخل وخارج فلسطين. المغرب أيضا يقمع الصحراويين والمعارضين المغاربة الذين يرفضون هذه الأطماع التوسعية. فنجد أن كلا النظامين يعتمدان على تحالفات قوية مع القوى الكبرى لضمان استمرار مشروعهم التوسعي. إسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي كما قلنا واللوبيات الصهيونية في الغرب، بينما المغرب يستخدم نفوذه داخل فرنسا وبعض الدول الغربية حتى بالرشوة لضمان دعم قضية كما يناديها هو مغربية الصحراء. بالإضافة إلى ذلك يستغل المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
لتعزيز مصالحه التوسعية، في حين إسرائيل أيضا تجد أن المغرب شريك استراتيجي في المنطقة، مما يجعل تحالفهم هذا مبنيا على المصالح المشتركة في الهيمنة وفرض الواقع بالقوة. وفي الختام يبقى العامل المشترك بين إسرائيل والمغرب هو زرع عقلية توسعية في شعوبهم، وتوظيف التاريخ بشكل انتقائي لخدمة مشاريع توسعية لا تعترف بالحدود القانونية. لكن كما أثبت التاريخ فإن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة ليست حلا مستداما، فالشعوب الواقعة تحت الاحتلال والتهديد تظل تقاوم حتى تسترجع حقوقها، كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية، والتاريخ يعطينا دروس في ذلك. ففلسطين احتلت من طرف الصليبيين لمدة قرن كامل وفي النهاية استقلت. كذلك الجزائر 132 سنة ونالت استقلالها، ومن المفروض أننا نقرأ التاريخ ونستشهد به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.